البلد مع الياس بوصعب. يعني شو هالحماس من الجمهور وهالمحبة من التلاميذ، وكلهم زقفوا. بس في هون صبية يعني ما بخبرك، يعني وشها صار احمر على قد هي. كيف كنت عم زقفي؟ انت ليه؟ على قد الانفعال وعلى قد ما مبسوطة فيك. بتحبي الوزير هي بالذات؟ لأن أكثر وحدة عطلت على أيامها. لا كلهم عطلوا مثل بعضهم. إيه بس هي أكثر. شو اسمك؟ ليا. ليا. الزقفة الكبيرة طلعت لها بوسة كبيرة لليا. أهلا وسهلا فيك الياس بوصعب. أنت أحد أشهر وزراء التربية بلبنان ومن أبرز أعضاء التيار الوطني الحر. بفترة توليك الوزارة كسبت شعبية واسعة عند الجسم التعليمي وعند التلاميذ كمان اللي نظموا لك قصايد وألفوا لك أغاني، وأنت من أكثر الوجوه اللي افتقدوها اللبنانيين بالوزارة الجديدة. واليوم اسمك عم بيتصدر كل استطلاعات الرأي على نيابة بمنطقة المتن. كنت أول شيء حابب تضلك هيك شي سنة زيادة بالوزارة حتى تكمل أشياء كنت بدأتها. هلأ شكلك شوي تغير موقفك من هيدا الموضوع، شو القصة؟ لا مش قصة تتغير. هلا أول شيء التجربة بالوزارة بالنسبة لإلي كانت تجربة حلوة. صحيح إنه الوزير ما بيقدر يغير بلد، صح. بس الوزير بقلب وزارته بيقدر يغير، وإذا ما غير بيكون الحق عليه. بالتالي أنا مثل ما بيقولوا يعني إنه حق علينا متراكمة علينا قصص من الوزارات السابقة أو لا ما فيكي، لأنه بدستورنا الحالي من بعد الطائف الوزير عنده صلاحيات بقلب وزارته. طبعا شو بيكون العائق؟ اولا شغلتين، تامن الاموال لتقدري تعمل الشغل بشفافيه وبدون ما يكون في سرقه وهدر. صح. والشيء الثاني الموظفين اللي لازم تحاسبيهم، بس ما فيك تشيليهم من موقعهم لانه بالقانون ما فيك تغيري، وحتى لو كان مرتكب وسارق ما فيك تشيليه من محله. حلو بلد فظيع. بالتالي هو الشغلتين العائق قدام اي وزير. انما اللي ولا بالمحاسبه الاداريه اللي بضل تزيحيه على جنب تحطيه على الرف الى اخره. بس الوزير ما عنده عذر لانه بيقدر يقطع عن هالشغلتين، مثل ما عملت انا بوزاره التربيه. بالنسبه للتمويل قدرنا لانه عندنا ازمه النزوح السوري نحكي مع المجتمع الدولي ونقول له هيدي الازمه موجوده عندنا، شئنا ولا ابينا موجوده. نعم. لنقدر نحن نقوم بواجباتنا الانسانيه في اللبنانيين وفي المدارس الرسميه وفي المناهج اللبنانيه. بدك تساعدنا بتمويل قطاع التربيه بلبنان بشكل عام. نعم. وهيدا اللي نجحنا فيه. اليوم في عندنا 100 مليون دولار اقروا هلا باخر جلسه لمجلس النواب، كنت انا فاوضت فيها مع البنك الدولي لحتى نظبط المدارس الرسميه والمناهج اللبنانيه لتصير مناهج انتراكتيف، لتصير مناهج تحكي مع الشباب والصبايا اللي موجودين، عفوا الصبايا والشباب اللي موجودين معنا اليوم، لانه معظم الاوقات هن بيعرفوا اكثر من المناهج الموجوده بين ايديهم، او بعض الاحيان صاروا عم يسبقوا الاساتذه بالمعلومات اللي عندهم اياها من وراء التكنولوجي. بس مناهجنا بعدها عمرها سنين لورا. لاعطيكي مثل صغير وبسرعه، مره من المرات فتت عند تلميذ عمره يمكن 8 سنين او 9 سنين، كانوا يعيطوا لي عمو الوزير. قال لي عمو الوزير ليش بدي احفظ انا انتاج القمح بامريكا؟ انه بصم وحفظ وكله شو له طعمه؟ طب ما انا هلا بالتليفون يحكي جروسو مودو. لا انا هلا على التليفون بتسالني بطلع لك انا على الجوجل بقول لك قديش انتاج القمح اليوم. كتابي عمره 10 سنين، مطبوع من 10 سنين، منه ابديت. يعني انتاج القمح اللي عم يدرسه التلميذ عم يحفظه وعم نحط له حشي وحفظ براسه، ما له طعم اليوم بالعصر لوين رايحين. مشان هيك قطاع التربيه بده نفض، صح، مناهج، تدريب اساتذه، تامين مدارس. بده ابديتنج، بده يلاحق التطور كمان. تماما. انا فيني اقول حتى يتغير من سنه لسنه. حطت هيدي الخطط كلها على السكه بوزاره التربيه. انا ما بيجزم انه نحن بوقتنا انجزناها، انما ضوينا عليها، امنا لنا التمويل، حطينا الخطه،
وما مفروض الا بس نقدر نكفي بهيدي المهمه. نعم. معالي الوزير، اليوم انت مرشح بمنطقه المتن. سوري. وحظوظك كثير عاليه، خاصه انك كنت رئيس بلديه بلدتك دهور شوير، وقمت بانمائها على جميع الصعد حتى صارت يعني شبه بلده نموذجيه. صحيح انه كثير اخذ من وقتك هالانتخابات؟ لا، ما فيني اقول كثير هلا، لانه بعد ما بلشنا مش عارفين شو هو القانون اللي بده يطلع. هلا ما بدي كثير احكي عن هول المسؤولين اللي عندهم ازاز فيميل اللي حكي عنهم ميشيل، لأ ما بقى لي عين. هلا بس اقول لك وين بده يروحوا، كله بده يصير اخر شيء سمو فيميل. سمو فيميل، هيدا الهدف، انه كله سمو فيميل. بقى قصه الفيميل والمسؤولين هيدي اللي حكي عنها بعدين نحكي فيها انا وياك. معك حق لحد ما، بس ومنه ستيلك ابدا. لا، انا بقول اذا هو سيارته فيميل معالي الوزير معه حق، لانه ما في يمشي على الطريق من محبه الناس. صح. اذا هو صح. بس انه الباقيين مين هن؟ بس مش عم تاخذ منك الباقيين وزراء مهم، مش مهم انت كانت مهم تحترم الاخرين اللي هن على الشارع حدك. صح. ويكون في سبب نحن عندنا كان اسبابنا، واي واحد بيكون بموقع وزير انا بفهمه او نايب انه تكون سيارته ما ينعرف هو باي سياره. صح. يكون معروف اكثر، خصوصا بعد الحوادث اللي حصلت. هيدا واحد. اثنين، انا في مرات كنت لاقيها مناسبه حلوه وقت اللي بيكون في عجقه سير وعندنا مجلس وزراء وانت مضطر تقطع لحتى توصل لمحل من ورا عجقه السير. من فيردان ماشي على مين كنت مأخر؟ ايه مرة رحت ماشي شعرة امبارح كنت نازل من فيردان ماشي. شارع فيردان قطعته كله ماشي امبارح. لانه انا كنت بمحل وظهروا كلهم قال الوزير ابو صعب نازل ماشي ابصر على اي موعد. على مين كنت مأخر؟ يعني مثل هول اللي حكيت عنهم على الرئيس بري؟ على البسلتات. على الرئيس بري او كان في عزاء؟ لا، كان في مناسبة واجب عزاء. ايه صحيح. وما بدك تتأخر والطريق مسكرة وما بدك اول شيء تتأخري. على لبس عوينات في ماء مش بس هيك. وجوليا كانت وصلت قبلي وناطرة هونيك وصار لها شي ربع ساعة. وين صرت؟ قررت انه انزل امشي. حسيت لما بمشي بوصل قبل، وفعلا سيارات وصلوا من بعدي بشي 10 دقائق. كلهم كانوا عمال يحكوا بالموضوع. اليوم قد ايه حظوظك بالانتخابات بالمتن؟ هيدا الموضوع شوفي في ستاتستيك عم ينعمل، وهيدا ستاتستيك اسمه كمان منه. شو قال لك الستاتستيك لهلا؟ مش لإلي انا، ما ولا مره انا طلبت اعمل. اكيد عم بيوصل لك قصدك. طبعا انا يعني عندي 5 أو 6 دراسات انعملوا بالمتن، وكلهم شفتهم اعطوني كوبي عنه، بس مش انا كنت اللي طالبهم. لا بس انه طلع عليهم مثل كل في بعض الاحيان بيقولوا اذا انت طالبه يمكن بيغيروا لك فيه. كلهم على يعني اذا بدك بدون استثناء اللي انا عندي اياهم بين ايدي واللي هن 6 من 6 جهات مختلفه عم بيفرجوا انه عندي رقم عالي بالموقع اللي انا مرشح عليه. وهيدا الرقم يمكن حطني بمحل صار في مسؤوليه كبيره من ميلي الثاني بلش القواس علي انه ايه لانه قبل بوقت بيعتبروا حالهم جاي حدا ادم يكونوا هن بالمرتبه جاي حدا ادم بيجربوا يسكروا الطريق. انا بدي له ماني جاي اخذ من بس بتقول انه لو كنت بالوزاره ما كنت تصديت هالقد للانتخابات النيابيه. طبيعي. هلا شوفي انا عرفت شغله انه من بعد لو كنت بعدني بالوزاره كان مستحيل اقدر اشتغل على الموضوع النيابي شغل مختلف عن الوزاره. صح. النيابه في اول شيء في الشعب هن اللي بيعملوه كنايه، في كونتاكت، في تواصل، مش مثل الوزاره بتتعين تعيين. صح. لما يكون عندك انت مسؤوليه الشعب اللي منتخبينك مباشره بتصير كمان بدك تعطيهم بشكل مختلف. صح. انا دائما عندي مقوله بقولها وتعلمتها من اخرين، انه المسؤول بالبلد ان كان بالنيابه ولا بالوزاره لازم يعرف انه هو موظف لدى الشعب اللبناني. بس يقتنع هذا دائما اللي بيقولوه الناس طبعا مش هو جاي يعمل عليهم بوس، هو جاي ليخدم الشعب اللبناني. سيرفيس بالنهايه. اذا مش مقتنع ما يعملها. نعم. واذا مقتنع بهالشغله بيشتغل ساعتها بضمير وبيشتغل انه يعمل فرق. انا اللي بدي اعمله بالنيابه اذا انتخبت نايب بدي فرجيهم انه في مشاريع بنوعد فيها ومنطبق اللي بنحكي عنه. يعني مثل ما قبل الانتخابات ومنبيعهم كلام وبعدين بنشوف انه شيء ما بنقدر نطبق لهم اياه. لا، بالبلديه هيك عملت. نعم. كان عندي بروجرام واضح بالبلديه وبالوزاره وهلا ان شاء الله بالنيابه. طيب الياس ابو صعب، انت مواليد بلده دهور شوير المتنيه سنه 1967. هلا كان عم بيحسب لك اي سنه كانت انشات الجامعه الامريكيه انه بال 95 انشات الجامعه الامريكيه عمرها 27 سنه. 28 يعني. 28 كان عمري 28 او 29 سنه يمكن. خلقت ببيت بيتألف
خلقت ببيت بيتألف من صبيان وبنتين، درست بمدرسة مار يوسف قرنة شهوان قبل ما تسافر على لندن وتتخصص بإدارة الأعمال والتسويق، واللي حصلت من بعدها على ماسترز بالعلاقات الدولية من جامعة بوسطن بأمريكا. وخلال دراستك الجامعية كنت فاعل جدا وترأست اتحاد الطلاب. صحيح انك اشتغلت بالماكدونالدز بفترة دراستك؟ هيدي مثل تبع الولد شفتيني ماشي بالشارع. اشتغلت بماكدونالدز. نعم، وقت كنت بلندن عم بدرس بالجامعه كنت بشتغل بماكدونالدز. الله يخليك. اشتغلت بماكدونالدز بعده بوستات. يعني بلشت اول شغله بيعطونا اياها، بتعرفي بماكدونالدز عندهم سيستم. نعم. بيعطوك نجوم. نعم. ولون كان على ايامي ما بعرف هلا اصفر بعدين اخضر بعدين ابيض الى اخره. ليه مثل عم تتقدم؟ عم يعني تتقدمي. اول شيء كنا نمسح ونكنس بالفلور على المطرح ما في هذا اصفر. بعدين تنتقلي على المطبخ بتحسي حالك ترقيتي انه صرت انت عم تعمل الاكل. بعدين تنتقلي على التل على الصندوق بسموه التل بلندن. ومن بعدها بتصيري بمراكز الاداريه. هلا ماكدونالدز لانه فرانشايز وبيج سيستم، وانا جاي من لبنان بهديك الفتره ما عندنا هالفرانشايز الكبير بلبنان. صح. صرت تروحي على حيالله فرع منه تلاقي نفس الاكل، نفس النوعيه، نفس الفورميل، نفس كل شيء. بالتالي بلشت اتعلم اداره. انه كيف واحد ممكن يكون من محل واحد داير بكل العالم مطاعم بنفس الشكل. صح. وكيف بيترقى الواحد وكيف بيتطور. بقى استفدت كثير من شغلي. انا ما اشتغلت لانه بس كان طالع على بالي اروح اشتغل، لا انا كنت بحاجه اشتغل بوقتها. نعم. كان بدي مصاري لحتى اقدر بس استفدت منها بسكيلز ثانيين يعني. واستفدت منها بنفس الوقت بالطريقه بشيء ثاني، بطريقه التفكير، طريقه الاداره، طريقه خلق فرانشايز اللي هي يعني اداره انها هي خبره منا عاطله طبعا. يعني شو الحلو فيه اني كلمه تلاقيه، عارف شو الحلو فيه اني كلمه بلاقيه، تحلى كتير في عيني، صادق 100%، عندك صلي وتقسيم، احساس وذوق كبير، من قلبك بتفرح. أنا بدي أقول قبل ما أنتقل معك على الموضوع الثاني، بدي أقول إنه كمان اليوم عم تعتمد نفس الطريقة مع ابنك سامر اللي بيشتغل ويتر بقهوة ببيروت. هلا سامر ما بحب يحكي كان على هالموضوع. بس انا مش انا عم بعتمد الطريقة. هلا من منتجها. لا نحن على الهواء. او هو عم بصراحة نحن انا ما اعتمدت الطريقة. نعم. سامر اختار اللي بده يعمله. وصار له كذا شهر عم يعمل وعم مبسوط باللي عم يعمله. بحب ما احكي عنه يعني كل البلد بعتقد عارفها وكانت بحب ما احكي عنه لانه بعرف انه هو متحسس من هالموضوع. وفي ناس بعض اللي بيقدموا برامج للاسف تمسخروا على هالخبريه، فكروا انه هيدي تمثيليه مثلها مثل غيرها. خلينا نكونوا مثله اول شيء. بقى انا ما بدي ارد عليهم وما بدي احرج سامر بمواضيع هو بيحب. انا بدي اقول لسامر كرايي الشخصي، العمل هو اعلى قيمه بالحياه. وحتى الامام علي قال اذا بدك تسال عن شخص اسال اذا بيعمل ولا لا، فهو العمل اعلى قيمه والانتاج بقى بغض النظر عن شو هو. وهيدا التلاميذ، هذا كل التلاميذ يعني بيعتمدوا. انا اللي بدي اقوله على سامر انه سامر من وراء حديث هو وام مختار اللي بده يعمله. انا بفتخر فيه باللي عم يعمله. صار له تقريبا يمكن شي 6 شهور عم يشتغل وما عم بيعملها للتجاره لانه هو اقتنع بشو بده يعمل والخبره اللي عم ياخذها. سامر الفرق بيني وبينه هو منه بحاجه كان يشتغل. نعم. انما عم يشتغل لانه بيعرف الشغل منه عيب. صح. وبيعرف انه عم يستفيد. هي خبره. هيدا جرأة اصلا عم يكسر الصوره النمطيه لشخصيته. لا بيسمع العالم، بيحكي هو وياهم، بياخذ وبيعطي. اصلا هو بيقرر امتى بده وامتى ما بده. بيكون على تماس واحتكاك مباشر مع الناس. تحياتنا الكبيره له. اكيد. الياس ابو سعد اصلا بس يتخرج واذا فات بده يعمل مدير اوتيل بده يعرف على الارض شو فيه. اذا ما فات على كل حال برا بالشركات المهمه ما بيقبلوا اولادهم الا يتدرجوا من اسفل السلم لاعلى السلم. بيكون هو صاحب تيكون، صاحب شركه. انا برجع بقول انه سامر هو اللي اختار يعمل هيك، مش نحن اللي طلبنا منه. مشان هيك انا بفتخر فيه وبوجه له تحيه. اليوم ضرسه عم يوجعه لانه قطع ضرس العقل. سلامه قلبه. بيكون قاعد حاطط ثلج وعم يسمعنا. سنة ال 95 انتقلت على دبي وهونيك أسست أول جامعة أمريكية بالخليج عن عمر 28 سنة، واليوم تشغل منصب. أسستها وتعلمت فيها؟ لا
دبي كان بتعلم. مخلص. لا بعمر تلميذ تقريبا. اليوم تشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لها، وسنة 2004 ساهمت بتأسيس جمعية الصداقة الإماراتية اللبنانية اللي كثير مهمة لأنها لعبت دور أساسي كمان بالتوازي مع الحكومة اللبنانية بالفترات الصعبة واللي كان أبرزها ترحيل اللبنانيين من الإمارات. بس قبل السفر والترحال وبعمر المراهقة تعرفت على الفنانة جوليا بطرس، كانت هي بعمر 17 سنة وببداية مسيرتها الفنية. تعرفت عليها بحكم الجيرة يمكن بدهور شوير لأنه كانت تصيف بضيعتك وكان في صداقة بتجمعك بخيها الفنان زياد بطرس. نشأت علاقة حب بيناتكم بس أنت قررت تسافر حتى تكمل دراستك برا. شو كان موقفها من الموضوع بوقتها؟ هلا صحيح تعرفت على جوليا من وراء زياد بمنطقة دهور الشوير، كنا بعمر صغير، كنا نلعب أنا وزياد فوتبول سوا مع بعضنا، وبعدين انغرمت بأخته وهو كان محبذ للفكرة. خبرته دغري؟ بس بيا ما كان. بيا كان كثير قاسي وكان معارض شرس لحتى لهلا. ليه؟ لأنه عمرك صغير؟ ايه انه هيدا طايش، هيدا الولد كان يقول عني طايش. انه كان هيك بتعرف شباب وكان عندي. شو رأيه اليوم؟ اليوم لا، اليوم بيعرف انه هو غلط بحقه. هو طايش. هو البي دايما بخاف من اللي عمره صغير. حقه يخاف على بنته من ولد يعني بوقتها كان يعتبر انه انت هيدا الصبي بتعرفي مثل خيك، اولاد طايشين يعني مثل كل الاهل. بقى تعرفت عليها وصار في علاقه انا وياها طبعا على قد العلاقات الاولاد بهديك الفتره. صح. بعدين سافرت على لندن، ضلينا يمكن شي سنه مع بعضنا وتركنا فتره شي 5 سنين اذا ماني غلطان، ومن بعدها رجعت. كنت بدي اروح على بس دبي. هي وقتها يعني شو كان موقفها من السفر؟ اكيد ضايقت. هلا هي ايه طبعا يعني جوليا حساسه كثير. جوليا انسانه كثير عندها شعور وكثير حساسه وكثير فراجيل. يعني اقل شغله لو وين ما صارت بالعالم شي موضوع انساني او شي بتحسيها بتقعد تبكي. تنفعل. كثير انسانه حساسه وقلبها يعني مش انا ماني مارق علي حدا هيك بصدقها بشعورها بإنسانيتها وبإنسانيتها. طب لك غنت هيدي الغنية؟ وين مسافر؟ لك هيدي كانت؟ لك هيدي بعرف لإلي. مرق قلبك عليها؟ هيدي بكت نص اللبنانية وهي بكيت وقتها عملت الكليب تبعها. آخر مرة بقول لك يعني يمكن وصلت هالغنية هالقد لأنه هالقد طالعة من قلبها وإنه عم بتقول لك إنه يا هتضيع مين اللي قال لك إنه منه هون الكون، إنه هيدي بالنهاية هون حياتك. بس هددتني آخر مرة بقول لك هيك، يعني إذا بعد تتركني وبتسافر الله يساعدك. خلص بوقتها. هلا أنا بدي أقول لك خلينا شوي على السفر. هلا هي عم بتسافر. يلا نسافر. بس منى قبل القطيعة بيناتكم دامت حوالي. بدي مرة شغلة، وقت اللي حكينا بمقدمة السؤال الأول حكينا عن روحة دبي، تأسيس الجامعة الأمريكية بدبي بعمر صغير. بدي أقول الفرص اللي بتنعطى للشباب، وهلا لأنه في تلاميذ هون ضروري نمرق على المساج. الفرص هي كثير مهمة، وما حدا هيك دغري يقول أنه أنا ما بقدر أعمل، أنه همي أطلع أخذ وظيفة. لا، كل واحد بده يفكر بيقدر يعمل فرق. هلا أنا من حظي وقت اللي رحنا على دبي في حاكم بدبي استثنائي. صح. الشيخ محمد بن راشد المكتوم منه مثل اي زعيم اخر، اللي بيشوف شو انعمل بدبي بوقتها بيعرف انه الفرص كانت كثيره للشباب. صح. اليوم اذا بتروحي بتشوفي بفتره قصيره وين كانت دبي وين صارت، مستحيل تلاقي بالعالم كله قائد او حاكم اي بلد عمل لبلده مثل ما عمل الشيخ محمد بدبي. انعطت فرص كثيره للشباب من وراء، كان لازم ينطقوا هذا الموضوع. شبابنا بلبنان اليوم في مسؤولية على المسؤولين. واليوم نحن كلنا أمل بعهد فخامة الرئيس العماد ميشيل عون أنه نقدر نعمل فرصة جديدة. على كل حال الرئيس عون مبلش بخطوات إصلاحية يعني للبلد، نحن بدنا نوجه له تحية كثير كبيرة. أكيد. لأنه أمل الناس اليوم أنه يجيب معه الإصلاح والتغيير الموعودين فيه. أنا اللي بعرفه واللي قايل لي فخامة الرئيس،
في عنا بالبلد كثير مقومات بتقدر تعطي امل للشباب. نعم. الغاز، البترول اللي موجود، بدل ما نكون مختلفين عليه نستخرجه ونحطه لحتى البلد يتطور، لحتى الشباب ما تفكر كيف بدها تهاجر، كيف بدها تفل، بدها تحارب لهم الفساد. هيدا بكله باطار الطموح والسفر وهيك، بس الطموح والسفر بوقتها زعلها لجوليا. بس سوري بدي مرق شغله. تفضل. قبل ما نطلع على الهواء ميشيل كان عم يحكيني بشغله، معلش هيك قال ما كثير تحكي لانه الوقت قصير والاسئله كثيره. اتفقنا كيف بعرف امتى لازم اوقف؟ قال ميشيل بيعمل لي هيك، هلا صار له كل شوي بيطلع فيه بلاقيه عم يعمل هيك. وين انكسرت هيدي؟ بدي اعرف انا هلا انكسرت الطاوله انا وخبط. هو صراحه بتنفرد لحتى يعرفوا ليش عم يعمل هيك. هيدي كانت بس نسيت انه هيدي السينيال. لا هو صراحه لا يمل، بتنفرد لك حلقه كامله. انا ما تخبط لها، بس احنا بدنا نجرب نستفيد من وجودك قدر الامكان لحتى ننتقل لقصص بتهم العالم كمان عن حياتك الشخصيه اللي يمكن ما بيتسنى لك تحكي عنها دائما بالبرامج. 5 سنين والطموح وكل شيء، رجعت على لبنان جوليا اخذ على خاطرها منك وما عم تعطيك وجه وما بدك تتصل فيها، بس في حدا اجى نبهك انه ليك ما تاخذ على حكيتها، هي عامله حالها هيك بس قلبيا مبسوطه بتليفوناتك. مين هالشخص؟ لا مش هيك، وقت رجعت طبعا هي زعلانه مني كانت وعم تتكبر علي مثل ما الشباب بيعرفوا وقت 5 سنين عم يعني تتكبر عليه. هلا 5 سنين حقها ايه انه بدها تتكبر علي، بتلفن اوقات ما بترد، واذا ردت بتكون بنشاف. بقى مره تلفنت انه ما منا هون، اما عم بتقول لي انه منا هون، وانا كنت اكيد يمكن كانت بالبيت بس ما بدها تحكي معي، وهي عم تقول لها لاما كانت حدا انه قولي له مش هون. سمعت انا بقى هون ثاني مره انا ما استسلمت، رجعت تلفنت ساعدت جوليا مش بالبيت، حماتي ردت وجه لها تحيه، وجه لها تحيه كثير كبيره لانه كثير مقبول. ردت حماتي جوليا مش بالبيت، قالت لي ليك طنط، كانه عم تحكي وخايفه حدا يجي بدها تلحق حالها. ليك طنط اذا جوليا قالت لك ما تتلفن لها ما تصدقها، هي بدها اياك تتلفن لها، خليك تلفن. بقى من هون عرفت انا انه لا في امل ارجع احكي، ورجعنا توصلنا. انه اما بتعرف فيها بتعرف بشعورها عن جد كثير مهضومه من وجه لها بوسه كبيره. سنه 96 تزوجتوا انت وجوليا، واليوم عندكم صبيان الله يخليهم، سامر 20 سنه وطارق 14 سنه. هلا اليوم اكيد انتم عرفنا انه مثل اي زوج وزوجه بصير في سوء تفاهم اوقات، بيعلى صوتكم على بعضكم، بتتخانقوا على امور معينه، كيف كل واحد بيعبر عن غضبه؟ يعني كيف الياس ابو صعب بيغضب وكيف جوليا بتغضب؟ طناجر، مقالي، صحون، تبروير. اخر طنجره لا لانه طنجره ولقيت غطاها. ليكي اكيد كل حدا بيصير في خلافات بيناتهم وكل حدا بيتشارعوا، وبس تصيري تفهم الثاني. انا بالنسبه لإلي ما بقى الشريعه والخناقه معها توصلني لمحل انه اوف خلص يئست منها وما بعرف، خلص عارف حالي انه بعد 5 دقائق تنطفي هاي الشريعه وبتخلص. هذا اهم شيء. وعارف انا انه هيدي المراه بحبها وحباقي هون، هاي الشريعه بدي اقطعها. اوقات كانت تزعجها هي كانه انت مش قابضني جد بالخناقه، عم بتطنشني يعني. ايه انه لا تخانق معي اكثر او جاوبني. كل مره بيصير شريعه على شيء. اليوم مثلا مش معي، صار في شريعه صغيره على شغله بتتعلق بطارق. حدا اعتقد اسمه فريد الاشقر، استاذ فريد الاشقر. نعم. يمكن عم يسمعنا هلا لانه حكيته على التليفون. نعم. استاذ فاضل قرر يكتب مقاله على ابني طارق وبده يتناول شغله صارت. طلع لقطني وزير ما بيعرف يربي اولاده، جوليا ما بتعرف تربي ابنها، عم بقولها على الهوا مثل ما هي. بنهنيه لانه قال طارق كان مشارك بموديل يونايتد نيشن مع مدرسته بكومبيتيشن، والمدرسه كل مدارس لبنان مشاركين. طلع طارق بالمرتبه الثانيه، وطارق عمره 14 سنه بس كان عم يشتغل ليل نهار وعم بيروح كل يوم وربح بجداره، مش انه شيء ثاني. هيدا اعتبر انه لانه بيه وزير، بيه عمل له الواسطه، طلع كتب مقال انه الصبي ما راح على ولا شيء، ما كان حاضر ولا مره، بس طلع استلم الشهاده. طب على شو استند؟ يعني نحن عنا راح اقول لك على شو استند. تلفنت على المدرسه اول شيء لشوف اذا في شيء مره غاب طارق. قالوا لي ابدا، طارق كان عم يحضر كل يوم من الصبح لعشيه وكان عامل شغل كثير حلو، ويمكن كان المفروض يطلع على المرتبه الاولى لو ما في غلطه صغيره عملها ما بعرف وين، طلع بالمرتبه الثانيه. جبت رقمه للاستاذ، اتصلت فيه، شو كانت ردة فعله؟ قال لي بدك تعذرني، بدي اعتذر منك، اخطأت بالاسم، مش عن قصدي، مش ابنك.
قلت له قصدك مش ابني. من بعد ما بعد برفق حكيت انه وزير التربيه اللي يفترض يعلم تربيه، لانه بيو وزير التربيه، وجوليا ما بيعرفوا يربوا اولادهم، عم بيعلمون غش وكل هيدا، وبعدين بتقول لي بعتذر منك. انا بدي اعتذر منه لانه انا رفعت دعوه، وانت بتعرفي وغيرك بيعرف قديش مأذيه لما يتناولوا الانسان من دون وجه حق، بس بعيلته. انا اللي بعرف، انا قلت لك انت اللي بتعرفي، ونحن كنا نشعر معك ونحس معك. بس بدي اقول له بالنتيجه الحق بده يرجع وبده يبين يعني. وانا مؤمن، مشان هيك رحت على القضاء، انه هيدا الزلمه اول شيء هو اعطاني حق اليوم لما قال لي اخطا، بس اللي قري المقاله كلها ما بيعرف. قال لي انا مستعد، وبكره بنلاقي طريقه نحن وياه كيف هو مستعد، مش كرمالي، كرمال طارق ليرجع له معنويات ويرجع له كرامته، لانه هو هانه لما قالوا انت عم بتغش، وطلع هو مستند على معلومات. الازعاج بالعموم والاعتذار بالشخصي يعني ممنوع تماما، وانت بتعرفي هذا الموضوع. انا بس بدي اقول انه من فترة في موقع الهافينغتون بوست كتب عن قصة يعني عن اللي صار معنا، قالوا لي فيك تقريها اليوم، صرنا شهر بنشتغل عليها، بقى هيك بيشتغلوا المقالات، مش واحد من عنده بيألف هيدا، بنطلع معنا بنص ساعة بنكون كتبنا مقال ونزلناه، بيعملوا ريسيرش. بس الحلو اللي قال لي اياه بالاخير انه بعتذر منك، عرفت حالي بعد 3 ايام انه غلطت، بس مش عارف كيف بدي يصلح، وبعده تاركها لتاريخ هاللحظة على الفيسبوك. ايه وبعده مش عارف كيف بده يصلح. مهم الاستاذ. على كل حال يعني بعتقد اساء هو لانه بنته يعني اول يمكن مشاركه كانت بنفس الكومبيتيشن حسب ما عم بيقول، حسب ما مخبرته بنته يعني. لا عم بيقول انه بنته ما ربحت كان لازم تربح، بفهمه يمكن بنته كان لازم تربح، بس هي ما لها علاقه انه نفتري على العالم أكيد ونخترع اكيد لا، وبعدين الصحافه مهنه والكتيبه وبعتذر انه جبت مسؤوليه، لا بالعكس خليها تحس مثل ما انا نحن موجه لطارق ولا خيه ولا والدته تحيه كبيره، لا مشتاقين لها كثير لجوليا، لانه صار لها 10 سنين ما طلعت بمقابله. نتمنى انه تكون معنا بحديث البلد اذا وقتها بيسمح لها، وبس بدنا نثني على اطلالتها السنه واللي انت اهتميت فيها from A to Z بالحفل اللي صار بدبي، وكانت اكثر من رائعه، وعرفنا مثل ما قلت لك انا اهتميت بكل التفاصيل بهالحفل التقنيه والانتاجيه وغيرها، الا تفصيل واحد جوليا ما بتخليك تتدخل فيه، وهو انك تقترح عليها شغنيه جديده على برنامج الحفل. ليه؟ شو القصه؟ لا مش بس هيك، ايه مزبوط، هي مش بس ما اقترح غنيه، بالموضوع الفني شو بتقول شو بتغني كيف تختار مين بيطلع، ما يعني حتى لو حكيت بتطلع فيي بيعمل مثل ما متفقين انا وياه، بتقول لي بس انه هذا الموضوع هي بتقرر فيه. الموضوع الاداري التنظيمي لا انا كنت عم بتدخل فيه طبعا، لانه انا بالنسبه لي انا فان لجوليا، مش بس جوزها، من قبل وبعد ورح ضل، وبكون حريص. بعرف انك ولا مره طلبت منها انه توقف او تغير بمسيرتها الفنيه ابدا، بالعكس انا بفتخر باللي جوليا عملته واللي قدمته للوطن وللوطن. واهم شيء انه اولادها الاثنين طلعوا كمان بيفتخروا فيها باللي هي عم بتقدمه، وبوطنيتها وبشو عم بتقدم من دون اي مقابل، بس لانه هي مقتنعه بشيء معين، بخط معين وبقيم معينه لازم كل العالم بيتعلموها. انا بشجعها ورح ضلني شجعها، واحلى شيء طلع عندي انه اولادها اثنيناتهم بيقدروا هالشيء. الله يخليكم عائله يعني متضامنه ومتماسكه، وكل انسان ناجح بقطاعه اكيد الاولاد رح يطلعوا هيك. نحن بدنا نقول للمشاهدين انه بيقدروا يحضروا هالحفل الرائع يعني انتاجا وغناء عن قريب على شاشه الام تي في. ان شاء الله قريب، بدنا نشوف، بس ان شاء الله تكون قريبا عم نخلص. اول شيء بدنا نوجه تحيه للمخرج، صح، لباسم كريستو، لانه الاستاذ باسم كريستو هو اللي اخرج الحفله تبع جوليا اللي صارت بدبي، وبعتقد انا انه عمل عمل رائع بالتصوير وبالاخراج. ان شاء الله قريبا بنشوفها وبيطلعوا العالم بيشوفوا شيء جديد معمول بالعالم العربي، مش لانه جوليا مرتي بس، بعتقد رح يشوفوا كونسرت مع برودكشن، مع اخراج، مع مهنيه، مع اغاني، مع صوت، مع كل شيء، مع اضاءه ما له سابق بالعالم العربي. ان شاء الله
بيشوفوها على الشاشه وهن بيحكموا، مش انا اللي بدي احكي عن هذا الموضوع. حقيقه يعني اصلا انا ما تسنى لي احضر، بس هيك كانت الاصداء انه ما صار يعني مثله بلبنان، كان اون بريمير. بدنا نوجه تحيه لزياد بطرس ولشقيقتها لجوليا اللي كمان كانوا هن داعمين بهيدا الحفل، شقيقتها صوفي. وبدنا نقول انه جوليا غيرت ستيلها بهيدا الحفل من الستيل العبايه يعني اللبس التقليدي او اللبس الصار اللي كانت دائما تتقصد تطلع فيه حتى تكون يعني بتشبه حالها، وكانت متألقة بفستان من تصميم إيدي صعب. حقيقة يعني الفستان أخذ قيمة أكثر لما لبسته جوليا. هي بس هيك توضيح، هي جوليا أول ما كانت تغني يمكن كانت تحب تكون هيك سبور وعلى عفويتها، بس هي صار لها فترة طويلة عم تلبس من تصميم إلي صعب. نعم. هالإنسان المبدع صح اللي نحن بنفتخر فيه، كل لبنان بيفتخر فيه. بس يمكن عم نشوفها هلا كنا لأنه بهيدا الكونسير كان الأضواء عليها هيدا الفستان بشكل خاص أخذ ضجة كثير كبيرة. طبعا إلي مش ناطر شهادتنا، ولكن اللي عم يعمله اليوم كل يوم بعد يوم بتحسي انه لوين بده يوصل بعدين لا عم يوصل. وفي اخرين طبعا من لبنان ابدعوا بمجال الاوت كوتور وغيره. نحن بنحترم كل العالم، ودق الجرس رح وقف على هذا الموضوع احسن ما ميشيل يقول لي شو بدي اعمل بعدين. على كل حال قد ما دق ميشيل، انت بتعرف قد ايه مرحب فيك على شاشه الام تي في، اللي انت دفعت وبتدافع عنا وقديش لك معزه كبيره على هالشاشه. قبل ما اروح على الكارت بدي اسمع غنيه من اللي مألفين لك اياها التلاميذ. معالي الوزير إلك منك التقدير، صرنا نراقب التاس كرمال كرمتك يا كبير. خلي بكره عطل يصير بلا هالوعي بكتير، ببيوتنا دفيانين بلا الساعة والتعبير. صدقني معاليك أنا بحبك كتير، بعرف إنك إنساني وطول عمره قلبك كبير. تلاميذ بعهد غيرك يا ما بالصف جلدوا، عم حبتك يا كبير خليتهم يتوحدوا. قول يلا بكره عطلة لقلبي يطير من الفرحة. انك قدرت تعمل خرق مع هالتلاميذ، بس مع التلاميذ عرفنا، مع الشعب اللبناني كمان بحبك. ميشيل المر ليش هالقد عنده هالمعزه تجاهك؟ شوفي ميشيل انسان صادق وما بده شيء من حدا، الا بيعرف اصحابه ايمتى بيكونوا معه وايمتى ما بيكونوا معه. نعم. صار في ظلم بحق الام تي في، صح، صار في تجني صح بموضوع معين. ميشيل ما طلب مني شيء، نعم، ولا انا قلت له شو رح بعمل، بس لما شفت قدامي انا ملف بمجلس الوزراء عم بيركز لحتى يدق بصوره مؤسسه عريقه مثل الام تي في دون وجه حق، خاصه انه عم يحكوا على مشكله كثير كبيره. نعم. عم بيغطوا كل المشكله ويقولوا الام تي في كان عندها اي 1. نعم. طيب هيدا الاي 1 في مدري قديش 24000 اي 1، الام تي في عندها اي 1 واحد. انه طيب الاي 1 الثانيين هوليك، والاي 1 شيء شرعي مش انه شيء منه شرعي، انه هوليك ما حدا بيجيب سيرتهم وبنعمل الازمه كلها كانه بس على الام تي في. كان واضح انه مستهدف ميشيل المر والام تي في. وانا قلت له لمعالي الوزير هلا السابق اللي كان بالاتصالات انه هذا الموضوع ما راح يقطع بهالشكل، ما فيك انت تتجنى على العالم، بدك تحكي على ملف احكي عنه كامل، بس تيجي بتنقي 0.1% شغله تحكي عنها تتغطي البقيه. ما سكت انا على الموضوع. بعتقد حدا خبره من الوزراء لميشيل انه الياس ابو صعب عمل 1 2 3 وشكرني عليه. بس بدي اقول لك شغله، انا ما بحياتي بطلب منه لميشيل شيء ولا هو بيطلب مني شيء. علاقه صداقه بيني وبينه قديمه كانت وبتضل، وحتى لو كنا مختلفين بريبورتاج بالسياسه معين، وفي فترات كثير الام تي في كانت تحكي اشياء وجهات نظر بالسياسه كانت صح. مش من وجهه نظرنا، ونحن نحكي اشياء يمكن ما تعجبها للام تي في، فهذا ما بياثر على العلاقه الشخصيه. هذا لا يفسد. امبارح مثلا مع الاستاذ وليد عبود، امبارح مع الاستاذ وليد عبود كان في كمان مستضيف ضيوفه بيناتهم الاعلامي الصديق دافيد عيسى صح. كمان عم يحكوا على دراسات وشغلات. اذا بيجي بتطلع عنا انا بشوف انه يمكن اللي انحكى اوقات في شيء مش هن بعض عن الانتخابات تحديدا بالاحصائيات شيء مش ضايق، بس انه بتلاقي دغري مثلا دافيد عيسى كان عم يجرب يصلح شغله صايره. نعم. والاستاذ وليد عبود بموضوعيته كان موضوعي عم بيصلح له للي حكي. نعم. هيدا الملف. انا ما بعتبر انه انا الام تي في لانه في صداقه لازم تكون دائما عم تحكي وجهه نظري لإلي. اكيد لا، احترام الاخر ووجهه نظر. نوجه لهم تحيه على كل حال لوليد ولا دافيد عيسى.
تحيه كثير كبيره ولا برنامج بموضوعيه ولا دافيد عيسى كمان. بدنا نعرفك على جوانا هلا، بدها تجيب لك كارت. اوكي مستعد؟ على الموسيقى. على الموسيقى بس غيرناها السنه في موسيقى ثانيه ما بقى ترى غير. بس بدي لك شغله، ما تعرفي قد ايه في عالم بدبي او وين ما كان عايشين عرفوا انه انا اليوم طالع مع منى ابو حمزه، قالوا لي شو بدك ما تطلع بميشيل، وجه لنا تحيه وقول له سلم لنا عليها ولا تشتاقوا لها على الشاشه. شكرا كثير وانا اشتقت لهم كثير. طلع بميشيل قالوا لي هيك ميشيل لانه ميشيل جاي يدوروا بالكارت اللي جاي. ميشيل بالكارت شو اللي قالوا جاي لك؟ شكله معك خبره ولا عم تحذر؟ لا بس انه عاده بيجي كارت. بيجي كارت مظبوط. وميشيل ما هي بيستقبل فكرنا شفته ورا الكواليس. ايه فكرنا حدا. خلينا نشوف جوانا لكن بتمشي كانت على حسب اي كارت بتسحب. حسب اي كارت. المباراة شو؟ لعبة الطاولة. والنتيجة بعد البريك. لعبة شو؟ لعبة طاولة. مظبوط يعني اذا دوره لمثال. لأنه المعدين عرفوا انه انا بلعب طاولة ذهب. سألوه. انا ومين بس بدي العب؟ انت وميشيل، انا ما بعرف طاولة. بدي العب بس بدي لك هيدي لانه لها قصة في منه بيعرفوها. انا بلعب طاولة ذهب وفي ناس بلعب انا وياهم في مرة على علو 40,000 قدم ومن النوع اللي بيحرق. طيب يلا مشي. خليت الكابتن تبع الطيارة والمضيفين واللي قاعدين معنا يمضوا انه انا ربحت على علو 40,000 قدم ضد اللي عم بيلعب معه. في اوقات كثيرة هون على قدم كنت هون على واليوم على مرأة جميع المشاهدين رح نطلع بريك ونشوف بعد البريك مين رح يربح. نشوف شو بدنا نلعب. شو بدك تلعب؟ شو بدك تلعب؟ فرنجية بس شو على شرط؟ فرنجية او دبيهي؟ على شرط. إذا أنا ربحت أو إذا هو ربح. نحن رح نرجع بريك بنعرف إذا هو ربح مين يلي ربح. هو جاي بالفراري اليوم. أنا جاي. إذا أنا ربحت باخذ الفراري. شو معك؟ فيراري ماتش بوكس. وأنا فيراري ماتش بوكس. يلا